عمرك حسيت ان انت عندك مشكلة في مذاكرتك، او ان انت حتى لما بتقعد تذاكر بتحس ان انت ما انجزتش بالقدر الكافي في مذاكرتك عشان خاطر المذاكرة اللي عليك؟ فبيكون من الصعب جدا انك تلعب او تأدي نشاطاتك اليومية بسبب الاحساس ده. والله يا صديقي، للأسف انت مش لوحدك، كلنا بشكل ما بنحس بالشعور ده. حتى لو انت ما حسيتش بالشعور ده ما تقلقش، كده كده في يوم هتحس بيه. الا اذا لو انت عرفت معلومات جديدة عن المذاكرة وازاي تقدر تستخدم المعلومات ديت لصالحك. للأسف يا صديقي، كل الناس بتقولك لازم ان انت تذاكر، لازم ان انت تجتهد، لازم ان انت تنجح. وده طبيعي جدا عشان خاطر توصل لمكانة كويسة في المجتمع. بالرغم ان الكلام دوت ينوب بعض الشوائب، الا ان الكلام دوت الى حد ما صحيح. طبيعي ان انت دايما بتقول انا عايز اجتهد، انا عايز اذاكر، بس اعمل ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ازاي تجتهد في مذاكرتك، وازاي ان انت تحاول تنجز اكتر وتبعد عن الاحساس ده، وايه علاقه البومودورو تكنيك، وازاي ايزنهاور ماتريكس حل لنا المشكله ديت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عبد الرحمن زيدان ودي قناه فوكس لاب، والنهارده هنعمل فيديو ونتكلم فيه عن المذاكره. بصراحه زمان لما كنت بذاكر لغرض ان والدتي قالت لي قوم ذاكر، او اني مثلا زهقت من التليفون، او ان داخل عليا امتحانات، فلازم عشان كنت اذاكر يكون في سبب بيجبرني على المذاكره. ولكن للاسف انا ما كنتش بحدد هو انا عايز اذاكر ليه، وكانت النتيجه طبعا واضحه. هو ان انا بذاكر بعديها بساعه بفتكر الكلام اللي انا ذاكرته، او بسمع اللي انا ذاكرته، او بحل على اللي انا ذاكرته، وبعد كده للاسف بنساه خالص. ولكن ما انت بتحط هدف انت عاوز تذاكر ليه، اعتقد ساعتها رحلتك وانت بتذاكر هتكون ممتعة اكتر. لان بمنتهى البساطة يا صديقي، انت لما هتوصل للهدف هتلاقي مراكز الدوبامين عندك، وده طبعا بيؤدي لفرحة كبيرة واحساس بالانجاز. بمنتهى البساطة يا صديقي، حدد انت عاوز تذاكر ليه. خليني اقول لك على قصة كده يا صاحبي. زمان كان في واحد اسمه فرانشيسكو سيريليو. الراجل دوت كان بيكره المذاكرة جدا، وهو كان طالب في الجامعة ساعتها. كان أصعب شيء بيمر عليه إن هو يقعد ويذاكر، ده بكل بساطة لأن المذاكرة شيء ممل جدا. بل المذاكرة في وجهة نظري طبعا إن هي أكتر شيء محفز للتسويف. المهم الراجل دوت كان عايش في إيطاليا، وكان قاعد رايق في حاله بيبص من الشباك، لقى في شنطة كده فيها شوية طماطم. ولما رجع اوضته لقى في تايمر على شكل طماطم. وخليني اقول لك حاجه، التايمر دوت هو مشهور اصلا في المطاعم الايطاليه. الراجل خد قرار وقفل الكتب، ظبط التايمر اللي على شكل طماطمايه ديت على 25 دقيقه، وقعد ساكت ولا اتكلم ولا قال اي حاجه. الراجل هنا حس احساس غريب، وهو انه هو قاعد ال 25 دقيقه دول حس انه قاعد العمر كله. وتخيل معايا يا صديقي، صراحه هو عنده حق، لو انت قاعد 25 دقيقة ساكت ما بتعملش حاجة شيء صعب جدا. ولكن ده شيء ألهم فرانشيسكو بفكرة كويسة جدا، وهو ان ال 25 دقيقة على الورق مش كتير، ولكن في الحقيقة هو هيكون وقت كبير جدا. وهنا دي الشرارة اللي تعتبر ولعت حاجة جديدة جوه دماغ فرانشيسكو، وابتدى انه يستخدم ال 25 دقيقة دول بدل ما هو يكون قاعد ساكت، ابتدى ان هو يستغلهم في المذاكرة. وبعد كده قرر انه يرتاح 5 دقايق ويقعد 25 دقيقة تانيين يذاكر. وده يا صديقي ما يعرف بالبومودورو تكنيك، وهو انك تقعد 25 دقيقة بتذاكر وتاخد بريك 5 دقايق. كل اللي انت بتعمله في ال5 دقايق دول، انت ولا بتذاكر ولا بتفكر في حاجة، انت بتريح ذهنك. بيتلخصوا في ان انت تقوم تشرب شاي، او تقوم تعمل حاجة، او تقوم تتمشى، وبتنسى خالص من دماغك المذاكرة. وحاول في ال5 دقايق دول ان انت تبعد عن التليفون، لانه ممكن يسحرك، وممكن ال5 دقايق دول يبقوا 5 ساعات. فرانشيسكو سيريليو قرر انه يكرر العملية ديت، بحيث انه يذاكر 25 دقيقة وبعد كده 5 دقايق يرتاح، وبعد كده 25 دقيقة وبعد كده يرتاح، وهكذا. فرانشيسكو قرر انه يكرر العملية ديت 4 مرات، وبعد ما كمل 4 دورات اخد بريك 30 دقيقة، وده ما يسمى بالجاينت بريك. وفي اخر السنة اكيد طبعا يا صديقي اكتشف
ان درجاته عالية جدا. ومن هنا ده بقى سلاح فرانشيسكو وسلاح اغلب الناس اللي بتحب تندمج، وهو البومودورو تكنيك. والله يا صديقي، هو الموضوع ليه اكتر من حل. زي مثلا انك ممكن تذاكر مادة في وقت من اليوم، ومادة تانية في وقت تاني. تذاكر مادة الصبح ومادة بالليل. ولو انت بتشتغل يا صديقي وعاوز مثلا تذاكر حاجتين مالهمش علاقة ببعض، زي مثلا انت عايز برمجة وعايز تذاكر الفوتوشوب، فانت ممكن تخصص يوم بتذاكر فيه البرمجة وتخصص يوم تاني بتذاكر فيه الفوتوشوب. ولكن حاول ما تخليش اليوم كله عبارة عن مذاكرة، لان دوت للأسف هيحسسك ان انت مضغوط دايما او بيرن اوت. وهنا يا صديقي انت لازم تخلي بالك من حاجه، ودي غلطه للاسف انا كنت بغلطها في الاول، وهي اني دايما كنت اصحى من النوم واعمل الحاجه اللي ورايا بطريقه البومودورو تكنيك، ويومه كله بيبقى منظم على الطريقه دي. بعد اول اسبوع طبعا حسيت ان انا منتج وان انا بعمل حاجات كتير في حياتي، ولكن بعد كده حسيت الله، طب ما انا عايز اخرج، طب ما انا عايز اعمل حاجه في حياتي، طب ما انا عاوز اقعد مع اسرتي مثلا، او بكل بساطه انا عايز اوقف شويه عن المذاكره يعني. وده ان دل على شيء يا صديقي يدل ان الطريقه دي ممتعه جدا، ولكن في المقابل هتحس ان انت محروق وبرن اوت. فالهدف بكل بساطه من النقطه دي انك يا صديقي لو حسيت ان التعليم ممتع، ارجوك حدد المذاكره وقت ونظم الوقت دوت على طريقه البومودورو تكنيك، وبكده انت هتكون بتذاكر ومخصص وقت لنفسك، وبناء عليه مش هتحس ان انت برن اوت او محروق. تخيل معايا يا صديقي، انت قاعد على المكتب بتاعك بتذاكر وتليفونك جنبك، ومره واحده جالك نوتيفيكيشن. قلت اول مره خلاص انا مش مهتم بالابليكيشن ومش مهتم بالتليفون، انا مركز في المذاكره، فعديت النوتيفيكيشن. جالك بعد كده نوتيفيكيشن تاني، وبعد كده قلت لا برضو انا مش مهتم بالابليكيشن ومش مهتم بالتليفون، انا اهتمامي كله في المذاكره، وعديت النوتيفيكيشن. ولكن غالبا بعد 3 نوتيفيكيشن بطبيعة الحال هتلاقي نفسك نسيت المذاكرة ونسيت كل حاجة وماسك التليفون، عشان بمنتهى البساطة الفضول مسكك وانت عايز تمسك التليفون. وطبعا ماسك التليفون بتفر في حاجتين، يا اما السوشيال ميديا وهو الفيسبوك او الانستجرام، يا اما انت بتفر في شوية ريلز، او ان انت بتكلم صاحبك مثلا عشان تعمل مشروع كتاكيت وانت اصلا معاكش ربع جنيه مخروم. لكن فكر فيها يا صديقي، لو انت روقت مكتبك وقررت ان التليفون يبقى مش موجود على المكتب اللي انت اصلا بتذاكر عليه، او مش موجود في الاوضه اصلا، وده يحبذ يعني، وخليت شكل اوضتك مريح ومنظم، ففي كل مره انت بتبص فيها في ركن من اركان اوضتك وانت بتفكر في مذاكرتك، هتلاقي نفسك عينك مرتاحه، عقلك مرتاح، ومركز اكتر. لا اخفيك سرا يا صديقي، في دراسه عملوها في 2023. الدراسه ديت جابوا فيها مجموعه من الطلاب وقعدوهم في فصلين مختلفين. الفصل الاولاني كان فصل مش مترتب، التخت محطوطة بشكل عشوائي، والفصل التاني كان مرتب جدا، وقرروا ان هو يكون في مكان الضوء جاي عليه والشجر يكون حواليه. وهنا لقوا ان الطلاب اللي كانوا قاعدين في فصل مترتب تركيزهم احسن. للاسف اغلبنا بيفكر عشان ان انت تذاكر تاخد اي علم من اي مكان فبيكون عباره عن وقت مره واحده وخلاص، ولكن الحقيقه هي غير كده تماما. انت لو عندك علم معين مش هتفضل تبني عليه، هيكون في مشكله كبيره جدا، لان للاسف او لحسن الحظ ان الدنيا بتتطور وفي تطورات كتيره بتحصل في العالم. علمك في الوقت الحالي هو شيء كويس وجميل، ولكن في المستقبل هيصبح غير كافي عشان ينمي مهاراتك، وبالتالي بتضطر ان انت ترجع تاني لنفس النقطة، بتقعد تذاكر لفترة من الزمن عشان توصل لهدف معين. اغلبنا بيشوف ان التطور المستمر والتعلم المستمر شيء ممل جدا، وفي الحقيقة هو ممل فعلا، ولكن شوف المنافع اللي هتجيلك على المدى البعيد. وفي الاخر يا صديقي حابب اقول لك ان احنا كلنا ممكن نمشي على خطه وبعد كده بنغفل عنها، فحاول ان انت على قد ما تقدر تمشي على الخطه اللي انت بانيها، وحاول تبني اهداف منطقيه. ولو تقدر تشوف صاحب ليك تقدر تذاكر معاه هيكون اكيد افضل بكتير. ولو لا قدر الله بعدت عن الخطه اللي انت محددها لنفسك، وده شيء طبيعي جدا لان للاسف احنا مش بنتحكم في الظروف، ما تنساش ان انت ترجع تاني وتسعى في تحقيق اهدافك اللي انت كنت محددها. وبس كده، انا عبد الرحمن زيدان، ودي قناة فوكس لاب، وده كان فيديو عن المذاكرة.